السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي. مرحبا بكم عندي في قناه نورهان. اليوم جيت نشارك معكم هذه الحلوه ديال لاكريم. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج جوج ديال البيضات كبار، والا كانوا صغار ديروا 3 قشور حامضه، كاس ديال اللوز مطحون او تعوضوه بالكركاع مطحون، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، ياغورت، خماره حمراء، فاني وقبيصه ديال الملح. في البول كنوضعوا جوج بيضات وقبيصه ديال الملح وفاني وقشور حامضه. غادي نطربوهم مزيان، ونص كاس ديال السكر. غادي نطربوهم مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالهم، عاد نزيدو نضيفو الزيت. المهم كيف ما كتشوفوا في الصوره غادي توضح لكم كل شيء. غادي نضيف دانون على الخليط ديالنا، عاود غادي نولي نطربو حتى كينسجم مع العناصر اللي كنت خلطت في الاول. كنزيد نضيف هذاك اللوز مطحون، تعرفوا غير جربوا هذه الحلوه كتجي رائعه. بالنسبه للكركاع، الا كنتو كان عندكم الكركاع بغيتو تعوضوه، ما ديروش اللوز وديروا الكركاع، حمروه شويه وحيدوا له ديك القشره ديالو باش ما يجيكمش فيه ديك الطيبه ديال المروره. حتى بالكركاع راه كيجي جد رائع. بالنسبه للخماره ديال الحلوه راني درت 10 غرام. هاد الخماره انا اللي عندي فيها 16 غرام، وانا ضفت غير 10 غرام لان كنحتاج في هاد الكميه هذه غير 10 غرام. وبالنسبه لهاد السمك نتاع هاد الكيك هذا ما كيجي شويه قاصح، ما كيجيش كاع مطلق كما الكيك العادي، شويه غادي يجي واحد شويه ثقيل. المهم كيف ما كتشوفوا كتوضح لكم الصوره. غادي نجيب هذيك اللاطه ديال الفرا اللي كنطيبوا بها، غادي نغلفها بورق الطبخ، وغادي ندهنوا بالزبده مزيان، وغادي نديرو كيف ما كتشوفوا كما كنتشوفوا في لا فيديو. راني كنت شاعله الفرن على 180 درجه. وبالنسبه لهاد فاش درته يطيب في هذيك الاثناء انا جيت كنصاوب هاد لا كريم هذه. بالنسبه للكريمه كنحتاج كريم شونتيي نتاع 200 غرام، وكنحتاجو الماسكربوني، الجبن تاع ماسكربوني. غادي هو راه فيه 250 غرام، انا غادي ندير غير 200 غرام. 200 غرام كريم شونتيي و200 غرام الماسكربوني. وغادي نزيد نضيف معهم واحد 2 معالق كبار ديال سكر كلاصي، باش غادي نطرب هاد الشيء هذا مزيان، باش تطلع لنا الكريمه مزيان. وبالنسبه للكريمه باش تطلع لكم في الساعه تكونوا دايرينها في الثلاجه بارده مزيان. حاولوا تحطوها في كونجيلاتور حتى تبرد مزيان وجبدوا خدموا بها، لان من كتكون بارده في الساعه كتطلع لكم. الماسكربوني كيعطي واحد المذاق مع لا كريم شونتي، كيعطي مذاق رائع وكيخليها تشد، يعني الكريمه كتبقى مشدوده ما كطيحش في الساعه. وتقدروا نتوما ما بغيتوش ديروا الماسكربوني، ما كانش عندكم متوفر، تقدروا تزيدوا تضيفوا مع لا كريم شونتي لا كريم باتيسيير.
تقدروا تخليو غير الكريم شونتي يعني على حسب، يعني ماشي ضروري تكون ماسكاربوني، غير شنو هي الماسكاربوني كتعطي واحد المذاق زوين وكتخلي الكريمه يعني مشدوده. فاش الخليط ديالنا خصالي طلع مزيان درتو في الثلاجه، وفي هاد الاثناء اللي خليته في الثلاجه غادي جبت كان طابت لنا هاد الكيك هذا. بالنسبه لهاد الكيك هذا فاش طاب راه دغيا كيطيب، عنده ما بين 10 دقائق 15 دقيقه 10 دقائق دغيا كيطيب. وبالنسبه للفران راه 170 درجه اللي كنت شعلاتو. كنجيب هاد الكاس هذا باش نقطع هاد الكيك هذا حتى كنسالي هاد التقطع هذا. بالنسبه لهذوك البقايا اللي كيبقاو لنا نتاع الكيك كيف ما غادي تشوفوا غادي نحكهم في الحكاكه لان هما غادي نحتاجهم، وواخا غادي يعني نحتاج غادي تبقى لي واحد الكميه منهم شويه كثيره نتاع هاد البقايا هذا نتاع الكيك غاديش نضيعها غنخليها حتى غادي نشاركها ان شاء الله معكم في فيديو اخر وشنو درت بها. كنشدو هاد الكيك هذا كنوضعوه في كنديروا في هذاك الكريمه كنديروها في شي بوش نتاع الحلوه وغادي نوضعوها هكا الفوق كما كتشوفوا. وكنشدو هذوك البقايا نتاع اللي فحكيناه وغادي نبقاو نزينو من الفوق هاد الحلوه هذه راه كتجي رائعه كتجي فنه فنه. وشفتوا راه تعرفوا فاش صايبتها راه تقريبا بقات في الثلاجه يعني كلينه وبقات منها يعني راه 3 ايام وهي في الثلاجه بقات في نفس الرطوبه ديال الحلوه في نفس المذاق يعني ما تغير فيها حتى حاجه يعني تقدر تجلس حتى 4 ايام في الثلاجه ما كيوقع لها والو. وبالنسبه فاش زينتها زدت رشيت عليها شويه ديال السكر كلاصي. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم.